بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي. اليوم راح نقدم لكم طاجين السمك مع الجراتان تاع الشفلور أو القرنبيط والملفوف المحشي. المقادير: عندنا الرز تفوريه أو تطبخيه، حبيتي تلوني حبيتي تخليه أبيض. عندي السمك، أنا راني مازال ما كما نقولوا ما نحيتلوش الزوائد. عندي الشفلور، كرنب، جزر، طماطم، طماطم مرحية أو مصبرة، ملح، توابل، وثوم. هاو عندي هنا هذا الملفوف. حبيت نحشيه نديرو محشي. تختاري الملفوف سواء هذا النوع من اللون، هذا اللون أو اللون الآخر، اللون الأبيض. تفرغيه في الوسط، تفرغي له قاع، تبحثيه تحفريه جيدا، تغسليه ثم ديريه فور مع ديري الشفلور هذا القرنبيطي كذلك يطبخ، كذلك الرز. وهنا تحضري الخليط تحشي به السمك. بعد ما تكوني نظفتي السمك نحيتوا له الرأس تاعو والزوائد، وتنقيه جيدا، تغسليه بالماء جيدا والماء الدافئ والملح، وتحضري الخلطة هذه وتدهنيه من الفوق، تحشيه من تدهنيه، تحشيه بالخلطة هذه من الفوق من تحت ومن الفوق هكذا. حبيتي تفتحيه جيدا، وتحاولي تمري الصوص هذه تاعو في الداخل، وتدهنيه من الفوق. كملت كاع الكمية اللي عندي. تجيبي هنا الفرينة والطحين، وتجيبي الطحين، ديري على صفار البيض، بيضة كاملة، بيضتين كاملتين. الطحين ديري فيه شوية ملح وكمية من الزيت باش الآن نغلو هذا السمك. كما حبيتي تقصيه في الطحين ثم البيض. بعد ما تضربي البيض جيدا وديريه في المقلاة، أو حبيتي ديري السمك مباشرة في الطحين ثم ترجعيه إلى البيض هكذا. كما حبيتي تحمريه في الفرن. أنا قليته في المقلاة، تقلبيه جيدا، تنقصي النار عليه وتقلبيه حتى يطيب مليح، تحمر اللون تاعو جي هكذا، يكون حتى يوصل للون الذهبي، لأن السمك راه في ساعة يطيب، ما يديش مدة طويلة هكذا. ثم تجيبي مناديل وتقطريه باش تحميه يمتصوا للزيت، تحصليه على هذا اللون. لا نروحوا للحشوة تاع هذا الملفوف. هذاك الكمية اللي نحيتها من القرنبيط، من الملفوف هذيك نديرها مع الجزر المبشور، ونديرها مع التوابل والملح، ونحشي بها. ولا عندك اللحم المرحي، حبيتي ديري اللحم كما حبيتي، ولا ما عندكش اللحم ديري لحم دجاج، ما كانش ديري بدون لحم. والثوم كلها وتخلطيهم وتحشي بهم هذا الملفوف. وجيبي الشوفلور هذاك بعد ما قليتيه، او القرنبيط بعد ما قليتيه في الملح، تقطريه جيدا، وديري كمية من الخليط هذاك تاع اللي حشيتي به الملفوف، ديريه في تحت في الأسفل، وديري فوق هذاك الملفوف بعد ما حشيتيه، وتدوريه بالشوفلور، وتدهنيه من الفوق. ديري له البيض، تدهنيه هذاك الشوفلور، تدهنيه بالبيض وتدخليه إلى الفرن نصف ساعة، على الأقل نصف ساعة. السمك جاهز بلون ذهبي جميل جدا طعما ولونا. بعد ما يطيب تجيبي صحن، تقطعيه هكذا، يعطيك على شكل وردة أو زهرة، تكون الحشوة في الوسط والأطراف بهذا اللون. ها هو القرنبيط، ما في القرنبيط ديري ثاني في صحن وحده، ديريه في الجوانب
هكذا. والحشوة هذيك اللي ديريها، اللي حشيتي بها الملفوف، ديريها في الوسط. وهذه هي الوصفة تاع اليوم. أنا أتمنى أن تنال إعجابكم. ما تنسوش البنات ديروا لايك، ديروا إعجاب، وبارك الله فيكم.